من غير اي الوان صناعية، بلون وشكل وريحة وطعم حكاية. هنعمل مربى الفراولة بطريقة هتبهرك، تكة كده هتخلي ريحتها تجنن وطعمها يبهر، يقعد معاكي من السنة للسنة من غير ما تغير ولا لون ولا طعم ولا ريحة. شكلها حلو وكمان طعمها حلو جدا. هنعمل النهاردة مربى الفراولة بكل تكاتها وبكل تفاصيلها، وكمان هقول لكم على سر اللون وسر الطعم الجميل ده، وكمان سر الريحة بتاعة الفراولة الجاهزة اللي بنشتريها من بره. هنعملها في البيت أحسن 100 مرة من نشتريها من بره. يلا بينا نسمي الرحمن ونشوف عملنا ايه في المربى الجميلة بتاعتنا دي. أول حاجة أنا معايا كمية كبيرة من الفراولة، وأهم حاجة تكون فراولة صبحة وطازة كده زي ما انتوا شايفين، مش معفصة ولا كمان طرية. زي ما انتوا شايفين تبارك الرحمن كمية كبيرة من الفراولة، مش هعملها كلها، هنعمل مقادير هتقومي تجربيها دلوقتي، هتطلع معاكي جميلة جدا. غسلنا كل كمية الفراولة دي، وطبعا حشنا الورق الأخضر اللي فيها وغسلناها مرة واتنين وتلاتة. خدت 2 كيلو كده من الفراولة يا حبايبي، أنا هعمل 2 كيلو وهنعملهم بمقادير مظبوطة جدا والطعم هيكون مميز. أهم حاجة الفراولة تكون كده ناشفة مش طرية، ولا يكونش فيها بايظ خالص، تكون متنقية كده على الفرازة عشان تطلع المربى بتاعتك طعمها حلو وكمان مميز. طبعا الفراولة غسلناها مرة واتنين وتلاتة لغاية لما طلعنا كل الرمل اللي فيها. وبعد كده هنجيب الفراولة ونبدأ نقطعها كده، ناخد الحبة البيضة اللي من فوق كده نقطعها بالسكينة، وكمان لو فيها حتة خضرة كده من تحت برضو قطعيها بالسكينة علشان ما يكونش فيها اي شوائب خالص بالشكل ده. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن الفراولة بتاعتنا لونها حلو ازاي، طازة وصبحة تبارك الرحمن. عندنا الكيلو ب12 ونص، عندكم يا ترى الكيلو بكام؟ احنا اشترينا كمية كبيرة من الفراولة للتخزين طبعا عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وخدنا منهم كمية كده نعمل منها مربى فراولة كلنا بنحبها. النهاردة هنعمل المربى بطريقة ممتازة جميلة وسهلة وسريعة وكمان صحية جدا، مش هنضيف عليها اي مواد صناعية ولا حتى كمان اي الوان صناعية. دلوقتي يا حبايبي بعد ما كده نقطع الفراولة كله بالشكل ده، ويفضل تكون مقطعة مكعبات صغيرة عشان تكون معاكي سهلة في التسوية وما تعوقش معاكي في التسوية. بصوا كده ما شاء الله، هقطعت كل الفراولة بنفس الكمية اللي انتوا شايفينها تبارك الرحمن. بعد ما قطعنا الفراولة طبعا وجنبينا حبة فيران حلوين بياكلوا، وانا اقطع وهم ياكلوا، يعني اللهم بارك، ربنا يبارك فيهم في اعمارهم يا رب، حافظ عليهم وعلى كل اولادنا يا رب، يجعلنا امنين ويعود علينا الايام بخير. بعد ما قطعنا الفراولة نبدأ بالشكل نضيف ده يا عليها حبايبي 4 مكعبات من البنجر أو الشمندر. ضفنا هنا البنجر يا حبايبي، والخطوة دي اختياري بس الصراحة بتظبط اللون جدا. وبعد كده هنبدأ نضيف السكر. كل كيلو من الفراولة عليه كوبايتين من السكر. الكوباية اللي هي المج بتاع الشاي العادي اللي هو تقريبا 250 جرام. ضفت هنا يا حبايبي السكر، انا ضفت هنا 4 كوبايات الا شويه، مش عاوزاها مسكره قوي وطعمها بيكون مظبوط جدا. هنا حبايبي ما شاء الله هبدا اقلب السكر بالبنجر زي ما انتوا شايفين بالفراوله كويس جدا لغايه لما كل حبايه من الفراوله تكون متغلفه كويس جدا بالسكر. وبعد كده الخطوه دي مهمه جدا، هنغطيها ونسيبها لتاني يوم، او كمان نسيبها 3 4 ساعات كده. يعني لو عملتيها الصبح تبدأي تشتغلي بالفراولة آخر النهار، بس يفضل تعملي خطوة الفراولة دي بالليل، والصبح كده تبدأي تشتغلي في مربى الفراولة على طول. احطها كده وتاني يوم الصبح اقول لكم هتبقى عاملة ازاي. بصوا كده ما شاء الله الفراولة نزلت كل المية اللي فيها، احنا مضفناش اي مية خالص، وكمان السكر داب خالص مع الفراولة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنبدأ نجيب الحلة اللي هنشتغل فيها على طول، والخطوات اللي جاية مهمة جدا ولازم تخلي بالك منها. ما شاء الله بص لون الفراولة عامل ازاي، وكمان الكمية تحس ان كده ان قلت، وكمان يا حبيبي نزلت كمية مية حلوة جدا. بصوا ما شاء الله احنا مضفناش اي مية خالص، ضفنا يا حبايبي بس الفراولة والسكر والبنجر. هبدأ انزل بس كل كمية السكر كده. ما شاء الله تبارك الرحمن اللون جميل جدا من قبل حتى ما نحطها على البوتاجاز. هنقلب كده السكر مع الفراولة وارفعهم على طول على البوتاجاز. هنا يا حبايبي اهم حاجة النار عندك تكون هادية من اول لاخر حاجة انتوا حاطة الفراولة على البوتاجاز. ما ينفعش نخلي النار متوسطة، يعني في لحظة كده هتنسيها وهتلسع منك علشان السكر هيكرمل من تحت. النار تكون هادية يا حبايبي وكده، ونفضل نقلب فيها كل شوية.
واول ما تبدا تغلي كده هتبدا تطلع ريمه. مهم جدا انك تشيليها علشان ما تبوظلكش الفراوله، والفراوله تقعد معاكي لمده طويله. كل شويه كده كل ما تغلي، من اول ما بدات تغلي كده لغايه لما تنتهي الغليان وتبدا تدخل في التسويه، كل شويه كده هبدا اخد الريمه اللي على الوش زي ما انتوا شايفين. بس خلي بالك ما تاخديش فراوله، خد الريمه بس. بس كده ما شاء الله. خطوات مهمة لازم تعرفيها وإضافات هنضيفها على الفراولة هتغير لونها وطعمها وريحتها، وهقولك على سر المواد الحافظة اللي ليها. زي ما انتم ملاحظين كل شوية كده اقلبها، وكل شوية كمان اخد الريمة اللي على الوش. والخطوة دي مهمة جدا عشان الفراولة تفضل معاكي مدة طويلة من غير ما تبوظ ومن غير كمان طعمها ما يغير. هسيبها كده، وبعد تلت ساعة ما شاء الله تبارك الرحمن وانا مستمرة في التقليب كده زي ما انتم شايفين. وكمان باخد الريمة على طول. جبت كده المعلقة او الاسباتيولا اللي معايا وخدت كل الريمة كده اللي على الوش كويس جدا. ما شاء الله شايفين لونها حلو ازاي. الكمية قلت طبعا اثرت معايا، او كميتها قلت كده زي ما انتم شايفين. وهنا بقى هنبدأ نضيف الاضافات بتاعتنا اللي هتخلي ريحتها وطعمها يجنن. هنا انا معايا 4 حبات من القرنفل، والقرنفل حلو جدا مع الفراولة. ممكن كمان لو مش حابة تضيفي قرنفل ممكن تضيفي نص معلقة من الفانيليا، وممكن كمان تعمليها سادة، بس القرنفل بيخلي ريحتها حلوة جدا. ربطتهم في شاشة كده وحطيتهم على طول على المربى، واسيبهم يغلوا كده لغاية لما الفراولة تبدأ تكمل التسوية بتاعتها. ما شاء الله الريحة كانت جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. وهبدأ كده خلاص الفراولة دخلت في التسوية، ابدأ كده اقلب واضغط اقلب واضغط عشان الفراولة تكون معايا قطع، بس في نفس الوقت مستوية خالص كده، وفي نفس الوقت مش حباية كبيرة. ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين اللون حلو ازاي والريحة جميلة جدا. هقولك بقى على التركة اللي هتخلي القوام الفراولة بتاعك مظبوط، وكمان هتخلي الطعم مظبوط جدا. هنا حبايبي معايا نص معلقة بس ما تكتريش من ملح الليمون. نص معلقة زي ما انتوا شايفين، معلقة صغيرة طبعا، ملينا نصها كمان واقل من نصها. وخلاص الفراولة كانت داخلة على التسوية كده قبل ما اطفي البوتاجاز ب10 دقايق بالظبط. القوام بدأ يتقل معايا كده وبدأت تظبط خالص. ممكن تستبدلي الملح الليمون بمعلقة كبيرة من عصير الليمون، وبرضه هتضيفيه قبل ما تطفي البوتاجاز ب10 دقايق. ما شاء الله شايفين الجمال. هنعرف ازاي ان المربى بتاعتنا استوت ولا لا؟ هقولك دلوقتي على تريكة هتعمليها هتظبط معاكي في الفراولة، وتعرفي ان المربى اتظبطت وخلاص تطفي عليها البوتاجاز. هجيب معلقة كده من الفراولة، بس اهم حاجة تكون ناشفة ما فيهاش ولا نقطة مية. ما شاء الله شايفين اللون جميل ازاي تبارك الرحمن. وهبدأ بقى بايدك الجميلة دي، واهم حاجة برضو ايدك تكون ناشفة، وابدأ اعمل الخط مش هيلم معاكي. تعرفي ان الفراولة بتاعتك خلاص اتظبطت وتبدأ تطفي عليها البوتاجاز. هنا حبايبي هاخد كده كمية من الفراولة وهعملهم فراولة بوريه او فراولة مطحونة كده ناعمة جدا. ولو حباها قطع فخلاص الخطوة دي ممكن تستغني عنها. واهم حاجة طبعا خلي بالك وطلعي الشاشة اللي فيها القرنفل. بصوا كده ما شاء الله. كده هنطلع الشاشة اللي فيها القرنفل، وبعد كده هناخد كمية كده حلوة من الفراولة او من مربى الفراولة، وهنعملها بوريه على طول كده. بس لازم لو هتعملي الفراولة ناعمة جدا او بري ناعمة زي ما بنشتريها كده في المعلبات، بصوا الخطوة دي مهمة جدا وتخلي بالك منها. في الخلاط او في الهاند بلندر اهم حاجة يكون ناشف مفيهوش ولا نقطة مية خالص. وبرضه هقولك تتفادي الخطوة دي ازاي. بعد طبعا ما ضربناهم ناعم كده بالهاند بلندر، نعمناهم كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه. اللون خطير والريحة كانت جميلة جدا. والله ما فيش حد جرب المربى بالطريقة دي إلا ما قال لي أحلى من اللي بنشتريها من بره. طعمها وريحتها جميلة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، وكمان الطعم مظبوط. والتركة بتاعة القرنفل دي كانت جميلة جدا، جربوها مش هتبطلوها. هنا حبايبي لازم نخلي الفراولة تغلي غلوتين 3 كده، ما تكتريش عشان تخلي بالك لا قدر الله ممكن تكرمن منك. غلوتين 3 كده، وبعد كده تطفي البوتاجاز عشان تتأكدي ان الحلة اللي ضفت فيها ما فيهاش مية، وكمان الخلاط او الهاند بلندر اللي عملت فيه ما يكونش فيه مية خالص. بص اللون يا سيدي على اللون وعلى الجمال وعلى الريحة، خطيرة ريحتها جميلة جدا. هتجربوا الفراولة بالطريقة دي واتحداكم هتحبوها وتعشوها احلى من بره. واهم حاجة البرطمانات اللي هتعبي فيها تكون غسلها كويس بمية سخنة وكمان مصفياها. ودي ما شاء الله كل كمية الفراولة اللي احنا خزناها، وخزناها بطريقة حلوة جدا. شوفوها في فيديو
قناة ست الحبايب هيعجبكم طريقة التخزين جدا. سيبنا الفراولة او مربى الفراولة بتاعتنا بردت خالص، وبعد كده عبيناها في البرطمانات القمر دي. وتعالى اقول لكم الاتنين كيلو عملوا لي قد ايه فراولة. بصوا كده ما شاء الله، وقد ايه مربى فراولة. جبت الميزان كده زي ما انتوا شايفين. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، البرطمان الواحد طلع 600 جرام. يعني انا بصوا ما شاء الله كنت مصفرة الميزان قبل ما احط فيه المربى ووزنته. يعني ده الميزان صافي تبارك الرحمن، جميل جدا، ريحته جميلة، شكله جميل، طعمه فوق الممتاز. هتجربوه مش هتبطلوه. بصوا القوام، بصوا اللون، وكمان الريحة. هتجربوا المربى بالطريقة دي. ما تنسوش اهم حاجة تدعولي يا رب الفيديو يكون عجبكم، والفكرة النهاردة تكون عجبتكم، والتركات بتاعة المربى تكون عجبتكم. تحطوها بقى في التلاجة، تحطوها بره التلاجة، هتفضل معاكم مدة طويلة من غير ما تبوظ. بس اهم حاجة المعلقة اللي تاخدوا بيها ما ترجعوهاش تاني في البرطمان علشان ما تبص. وكمان اهم حاجة برضو المعلقة ما يكونش فيها مية خالص. بصوا اللون تبارك الرحمن جميل جدا. بصوا الريحة كانت رهيبة، لون وشكل وريحة وطعم. مش هقولك زي بره، احلى من بتاع بره علشان عاملاه في البيت. حبايه الفراوله، كل حبايه من حبايه الفراوله منقياها بايدك، متاكده ان مفيش ولا اي حاجه خالص من حبات الفراوله بايظه. ريحتها كانت جميله وطعمها جميل جدا، واللون كده رهيب، واللمعه كده اللي في الفراوله الجميله. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والفكرة تكون عجبتكم، وتكونوا استفدتوا اي حاجة، وتجربوا الطريقة دي. ما تنسوش تدعولي. اهم حاجة اشتركوا في القناة، واعملوا لي لايك، وسيبوا لي كومنت يفرحني، علشان اللايك بيرفع القناة، والكومنت بيرفع معنوياتي. يا احلى متابعين واحلى اخوات، الف شكر لدعمكم الجميل، والف شكر لكومنتاتكم. يا رب القناة تعلى بيكم وليكم ومعاكم. كده اقدر اقول لكم في اخر الكلام، صلوا على حضرة النبي العدنان، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. سلام.